ضلك معي تيضل عمري بخير، قربك مرار الدنيا حلاني. السلام عليكم. يلا هنا الغدي العرسان كمان. يعطيكم العافية يا شباب. هاي سفرة العرسان. أبو أمير. هاي أبو أمير. أحمد. سارة. الخال هنا. حمجة. هنا أسيل. هنا شوي. مهمات نحب نشكركم على كل شيء، وإن شاء الله ما تنسونا بالدعم، تدعونا بالتوفيق وبالتيسير، تدعونا إن شاء الله بالذرية الصالحة وبالخلفة الصالحة يا رب. أمي. نبعت تدعونا بالخلفة الصالحة يكفي، الصالحين اللي عندنا يكفونا نحن. الله يخلي لك ياهم. طبعا يا حلوين أنا أكيد اليوم فرحانة مشان هيك ما حكيت زيادة، منتهية بحالي. خجلانة مو فرحانة، هي جوعانة، هي وهي الثانية جوعانين. ودعوا لنا صار خيركم بالسلامة مشان نعمل لكم عرس بعد الثالث. أنا خلوني أحكي، هدول الخاينين اجوا على نفس المطعم واكلوا ما خلوني اكل. يعني كانوا عندك كوافيرة ما حسيت. شو اللي ذنب انا؟ هلا عملنا لك سفرة اطيب. خلص يلا صار. طيب شوفوا، لا اسمعوا، خليني احكي شغله. انا من بين هدول كليات العين رح لاقي لها هذا الكبير. تعرفوا ليش؟ تمام؟ تعرفوا ليش رح اجيب لها؟ لانه عينه كبيره وخليهم يلي ناويين يحسدوها يطقوا بعينه، وهي الله يحميك. بس خليني البسها يلا. حطي لك شيء بس يا عقبال عرستك يا رب بعد الصبر ثالث. العريس ان شاء الله تفضل العروس. لا قويها لموا الورد يا بنات، قويها عرسنا منا وما فات، قويها وفرحتنا باسم العروس، قويها زينة كل الوردات. هل هيك وهل هو لا تطرشون. يلا ان شاء الله الف الف مبروك يا روحي. بعدي شوي. الله يبارك بدينك. شوف عقبال مدفونين بخير وسلامه ولبسة الابيض بالمشفى. عقبالي شوفك عريس. اللهم لا امين. احنا منبه. قويها. بالمطرب انا معبى. قويها. احنا بنات سوريا. قويها. احنا ما بيتخبى. وكل ضلك معي تيضل عمري بخير، قربك مرار الدنيا حلاني. حاسس كأني بهالسما شي طير، فارد جناحه وطار بالعالي. حبك حلم دقدق على بابي، جابلي فرح ما كان بحسابي. ضلك معي يا أغلى أحبابي، ضلك معي تيضل عمري بخير. حبك حلم دقدق على بابي، جابلي فرح ما كان بحسابي. هاي مو معظم
معانا اليوم بيوم شاق ومتعب وتصوير وعالم وضجة، والحمد لله كان يوم ميسور وحلو. طبعا بعد كل المشاكل اللي صارت ان شاء الله من اليوم ورايح ما راح تصير عندنا ولا مشكلة، وصاريات ان شاء الله ايامنا سعيدة مثل ايامكم، وان شاء الله يعني تكون هذه خاتمة كل الاحزان. طبعا العرس فكرة ابو امير، بعد ما كتبنا الكتاب قال لي حسوي لك عرس، فانا اكيد ما رفضت. يعني إذا أقول لكم إحنا يعني سوينا العرس هذا تنسى كل شيء راح عيد وكل شيء نوامير. مضى. تنساوي شيء جديد وحياة جديدة، والعرس كان بكثير ناس موجودين معانا، عرفتم عليه، وطلع معانا وصوروا معانا بس ما طلع مع الجماعة، يعني ما راح يحبون ينتشر. يطلعون على الكاميرا، راح ينتشر عدة مقاطع فيديو على كثير قنوات، بس جماعة ما يطلعوا، ما رضينا بس يطلعوا يعني معاه بالفيديو، وطلع دبشنا وتعبنا والله العظيم، وعرقنا حتى بالوقت شلحت الجاكيت ما اقدر البسه. ثاني شيء اعتذر اخرنا وبقول لك يوم انا اعتذر منك ان شاء الله، وان شاء الله تقبلون اعتذارنا، وان شاء الله ما تسووا لنا زاد بالتعليقات. شيء اقول لكم انا عرفان والله فرحتنا ما تنعطى لحد، وان شاء الله كل شخص مو متجوز الله يعطيك والله يفرجها عليك، وكل شخص متضايق الله يعطيك ويفرجها عليك يا رب. طبعا انا ابو امير قبل ما يجي بنهار كنت منهارة جدا. الحمد لله اليوم مرتاحة، ان شاء الله ايامي كلها راحة وانبسطوا الولاد معنا، بس ما طلع لهم زيادة مشان ما ننعجق زيادة لا بالتصوير وبين العالم. فبالأخص أسيل انبسطت، طلعت معانا راحت شرت بالمطاعم، صوروها يوم العالم الأطفال، بس إحنا ما قدرنا نصورهم لأنه كنت بالبداية. وإيش رأيكم بالفستان اللي اختاريته؟ وإيش رأيكم بالطقم؟ واللوك اللي اختاريته؟ أنا طقم فضي ثاني زاد بس ما لبسته، قلت نسوي حنة وزفة بس لا قلنا أحسن ما يعني نطول، ما نطول عليكم بس وليش سوينا العرس يا أبو أمير؟ العرس احنا سويناه لأنه يعني عصب ورمى الطلاق مرة واحدة، والشيخ اللي جبناه شيخ حقيقي موجود إمام جامع تركي مبين موجودين معه، بس عادين شو أقول لكم مو مثل شيوخنا ويجيب لك الطاقية ويقول لك اعتزلي، إمام تركيا هذا هو، وحتى مو إمام رسمي يعني جبنا من الجامع إمام يعني. أكيد حكينا لكم عنه بالفيديو إنه مختارين الفستان تجهيزات العرس، فنتمنى منكم حبيتم هذا الفيديو، ونتمنى منكم تدعونا، واللي يحبنا يحط لنا لايك واشتراك تفعيل زر الجرس. وقبل ما نختم الفيديو أقول لكم إيه أنا طبعا مبسوطة ماني حابة أذكر أي شيء، قلدنا مين بهاي الفكرة؟ ما خلدنا حدا الحمد لله. هاي تقليد بجماعة مصار أنا ما أعرف عنهم والله ولا شفتهم، بس قالوا لي عالم إنهم مسوين عرس بعد 3 ولادهم مصريين. احنا عن قرية خيو جماعة مصرية قربة. أنا ما شفتهم بس العالم خيو قالوا. خريج احب اتشكر كل شخص دعانا ورجع يا ابو امير وما يربع. شايف ايش قد حلوين مع بعضنا؟ احكم ضميركم اذا مو حلوين مع بعضنا، والله يعني انا ما اريد الحزاعل ولا شيء، الحمد لله خاتمت الاحزان ان شاء الله كلها، بس كانت فترة كثير سيئة مرت علينا، ما اريد نفتح لكم واكيد انا ماني سببها. ما اريد نفتح لكم الحاج ونقول لكم مين عاي وكذا، بالعكس خلاص خلينا الموضوع برضه اليوم انتهى وخالصين، والحمد لله راح تشوفونا مبسوطين على طول وسعيدين. عندنا لكم مفاجأة جديدة احلى من العرس، وعندنا لكم بس ما راح نقول لكم الحين مفاجأة لا بعد رمضان، وما راح تشوفونا، وان شاء الله يعني بفيديوهات ان شاء الله راح تشوفونا بروح عاد. هاي المفاجأة ما راح اقولها بعد رمضان، لا مو هاي فيديوهات تشوفونا ان شاء الله تعجبنكم، وراح طبعاً. شارعتكم راح وهذا الشيء صار بفضل امي وامه واهلي واختها ويعني كثير ناس، وشكر اختي العظيمه واحمد وساره يعني غيرها اللي سندي هي اسيل زاد اللي خلتني استوعب الفكره. اشكر كثير يوصل من هين لغير بلاد ان شاء الله لك. طبعا بدي اشكر كثير على موقفهم معنا، والشكر الاهم والخاص لاحمد وساره، هم اللي جمعهم النار والبارد سوا خلاهم يتفقون، ورابط قناتهم هم واسيل تحت بالوصف. اتمنى منكم تشتركون تكتبون من طرف ابو امير وام امير. على فكره القناه قناتنا بدكم انتم تحددون اسمها، لانه طبعا اليوم رح نغير القناه بعد نشر هذا الفيديو. صح اسم القناه تحبون ابو امير وام امير ولا تحبون سهيله وابو امير؟ انا اسمي صعب، عبود وسهيله. شوفوا وليه اشكركم وما حد سمى قناته على ذوقكم ابدا، نحن بدنا نسمي اكثر اسم يجيب لايكات نسميه مثله. تمام. ولين نشكركم شو يعني تعبان زين الدنيا صارت ليل،
مو تنسوا اللايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وكثروا لنا الكومنتات الحلوة، واللي هنا نقول لكم سلام.